السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ قضية جديدة على منصة للعملات المشفرة، وهالمرة صاحب القضية هي ليتسيا جيمس. هي مدعي العام في ولاية نيويورك الأمريكية. رفعت قضية ضد منصة كوين اكسشينج أو بما يعرف بكوين اي اكس. بهالفيديو رح نعرف شو هي هالقضية وشو سبب هالقضية وشو تأثيرها على سوق العملات المشفرة. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات المشفرة. لا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح تلاقيه موجود اسفل الفيديو، والرابط راح تلاقيه موجود كمان في بنر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الان. اليوم اصدقائي طلعت تغريدة على تويتر، الحساب الرسمي للمدعي العام في ولاية نيويورك ليتسيا جيمس، وقال بهي التغريدة انه انا رفعت دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة كوين اكسشينج دوت كوم للعمل بشكل غير قانوني في نيويورك بدون التسجيل في الولاية. يجب ان تلعب المنصة التشفير نفس مجموعة القواعد مثل اي شخص اخر. يعني منصة كوين اكسشينج لم تسجل داخل ولاية نيويورك على انها منصة تتداول العملات المشفرة، وفوق هيك تم ادراج عملات تم تصنيفهم من قبل هيئة الاوراق المالية على انهم عملات سكيورتي. مثل هاي العملات اصدقائي عملة تيرا لونا. عملة تيرا لونا تم ادراجها على اساس ورقة مالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم إدراج عملة تيرا لونا على أساس إنه هي ورقة مالية، وتم إدراج هاي العملة حاليا على منصة كوين إكسشينج. وعندي عملة ريلي كمان مندرجة كسكيورتي، وعندي عملة LBC، وعندي عملة الأمبر. هاي العملات تم إدراجهم كأوراق مالية أو سكيورتي، وبعد تم إدراجهم على منصة كوين إكسشينج. يعني عندي منصة عم تدعم السلع والأوراق المالية أو العملات المصنفة على أنها سلع وأوراق مالية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أصدقائي أن المنصة لم تسجل داخل ولاية نيويورك ولم تنخرط في تنظيم الأوراق المالية أو هيئة الأوراق المالية الأمريكية. وطبعا قالت ليتسيا جيمس عندما تتجاهل منصات العملات المشفرة قوانينها فإنها تعرض سكان نيويورك في العمل بشكل خطر. نحن نسعى لإيقاف منصة كوين اكسشينج وسنواصل لحماية الناس من مخاطر صناعة العملات المشفرة. هاي الكلمة أصدقائي بتأثر على سوق الكريبتو بالسلبي. يعني في تجديد راح يصير على سوق الكريبتو، راح يتم زيادة في صرامة القوانين على البيتكوين وسوق العملات المشفرة وكمان على منصات. الاشخاص اللي عم يتداولوا حاليا على منصة كوين اكسشينج شو تعمل؟ تقدر تسحب رأس مالك بالوقت الحالي، تقدر تسحب رأس مالك وتنتقل لمنصات تانية. في كثير منصات مثل بايدنس، وفي كثير منصات مثل جيت اي او اوكي اكس. هاي المنصات كلها بتدعم الرافعة المالية وبتدعم الستيكينج، وتقدر تتداول على منصة اكسس. هاي المنصة بتقدر تشتغل فيها بالرافعة المالية بالطريقة الإسلامية بدون رسوم تبييت. راح تترك لك رابط المنصة أسفل الفيديو ورابط للفيديو اللي أنا شرحت فيه عن منصة اكسس. أصدقائي وصلنا لهذا الفيديو. بنهاية الفيديو كنت أنا جارك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية. مع السلامة، دمتم بخير.